السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي الأعزاء. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا، أرجو أن تستمتعوا به. وقفنا في الحلقة الماضية عندما وقف كل من الرجلين بحزم أمام بعضهما، ونرى الشرار يخرج من عينيهما استعدادا للقتال، وفي لحظة واحدة يختفي ذلك المختال من مكانه في تعجب من جين، ونراه ينزل على جين برمحه بهجوم كاسر، ونرى جين يتفاداها في آخر لحظة ويتصدى لها بسيفه، ويحاول ذلك المختال مباغتته بركلة على قدمه، ونرى جين يتراجع للوراء ويحضر نفسه للهجوم مرة أخرى ويقول: قاتلني بكل ما لديك أيها الغر، أرني ما تخفيه الآن، نازلا برمحه باتجاه جين، والذي يتفادى الهجوم بكل سهولة، رافعا لسيفه مرسلا لهجوم باتجاه ذلك المختال، والذي يتفاداها قائلا: لقد رأيت تلك الحركة في وقت سابق. ولكن نرى جين قد اقترب وقلل المسافة منه جدا، محاولا إصابته بهجوم آخر، لكنه يتفاداها مرة أخرى، ونرى جين يقفز في الهواء مستعدا للقضاء عليه بهجومه التالي، وذلك المختال لا يعلم لا يفهم ما الذي يحدث. ينزل جين عليه بهجومه القاطع، ولكن ذلك المختال الجبان يسرع هاربا، ولكنه قد أصيب في ذراعه التي كادت تقطع، ونرى تراجع الاثنين عن بعضهما، ولكن ذلك المختال الجبان يفر هاربا مبتعدا عن جين، والذي ينطلق بكل سرعته خلفه تاركا أثره الإرجواني خلفه. ونرى ذلك المختال الوغد يقول في نفسه: إنه ليس فنان دفاع عادي من البر الرئيسي، إنه ليس بشخص هين، لا أصدق أن أمثالك موجودون حقا. ونرى ذلك المختال ينزل على الأرض ويستخدم يده الأخرى ممسكا لرمحه صارخا غاضبا ومخرجا لهالته القاتلة: سأقضي عليك بكل ما لدي. رمح تنين النار المشتعل في تعجب من جين يهاجم عليه، ونرى انفجارا عظيما قد حل بالمكان، ونرى هجوم حرق جوهر تنين النار نازلا على جين بهجوم مدمر. لا أصدق أنني ذهبت إلى هذا الحد ضد لقيط غير معروف بالتفكير في أنني استخدمت أقوى تقنياتي في وقت مبكر. إنه على الأرجح قد تحول إلى أشلاء. ما هذا؟ وهو ينظر إلى الأعلى نرى جين الذي قد طار في السماء وقد أتلف جزء من ملابسه، ويقول بكل غضب: هذه الملابس كانت هدية من السيد هوانغ، يجهز سيفه للهجوم. ونرى نزوله بكل قوته من السماء، ونرى انفجارا عظيما قد دمر المكان وخرب كامل الغابة، حتى أن أثره قد وصل عند أصدقائنا، ونرى الدهشة على وجوه كل الحضور. نرى أن تلك الغابة قد سويت بالأرض، ونرى أن ذلك المختال ما زال حيا بعد ذلك الهجوم، ولكن نرى أنه قد تضرر بشدة من أثر ذلك الهجوم، وأن درعه السميك قد تم إتلافه وتكسرت أجزاء منه. ونرى قائد المختالين وهو يزعل الدماء من جميع أنحاء جسده نازعا لذلك الدرع الذي أصبح مهترئا: من أنت أيها الوغد؟ ومن أين أتيت؟ نرى وقوف الجين الفخم والدخان يملأ المكان: ستحتاج إلى قطعي أولا، فتعال إلي الآن. وفي تلك الأثناء تكون الآنسة مي تشاهد الوضع من داخل العربة، وتقول في نفسها وهي مصعوقة حرفيا مما تراه: لا يمكنني تصديق ذلك. تنظر إلى عمها وتقول: يبدو أن لدينا شخصا لا يصدق يساعدنا، لذا رجاء تماسك لفترة أطول قليلا. والذي نراه يتألم بشدة من شدة إصاباته، ونرى أنه يحاول جاهدا الصمود رغم الإصابات. وخارج العربة نرى الفتى مون الذي يحرس العربة ويقول: أنا مرتبك جدا وقلبي ينبض بسرعة كبيرة، أتمنى فقط أن لا يأتي أحد إلى هنا. وفجأة ينظر باتجاهه أحد الأعداء الذي قد انتهى من القضاء على شخص آخر، ونرى الخوف الذي دب في جميع أجزاء الفتى مون، الخوف والتوتر من الموت. إنه يحدق بي: أرجوك لا تأتي. وبالفعل نرى ذلك المختال وهو يلتفت ويرى الفتى مون الذي يقول في نفسه: لا تأتي إلى هنا رجاء، ما الذي يحدث لجسدي؟ إنه لا يتحرك. تبا، تحرك أرجوك تحرك. كل هذا الوقت طوال رحلتنا كان يتم تدريبي من قبل أخي الأكبر، حتى أنه ساعدني خلال أوقات راحته. أنا حتى لم ألوح بسيفي بشكل صحيح. هل سأبقى متجمدا هكذا حقا؟ هل حقا هذه سوف تكون نهايتي؟ أنا حقا مثير للشفقة. كيف أنوي حماية أي شخص بمثل هذا الخوف بداخلي؟ ونرى اقتراب ذلك المختال من الفتى مون، ويقترب سيفه من رقبته، ولكن في أقل من لحظة يستجمع مون شجاعته ويتصدى الرجل مون على هذا الشخص بسيفه، ونرى الغضب والعزيمة تشتعل من عينيه الاثنتين، ونرى ذلك المختال وعلامات الدهشة والذهول في عينيه يلتفت على مون
وقبل قول أي كلمة أخرى نرى تعرضه للإصابة في منتصف رأسه وسقوطه على الأرض في دهشة وتعجب من الرجل مون، ويكون ذلك بمساعدة الآنسة مي من داخل العربة تخبره بأنه لا يقلق وأنها سوف تدعمه. ننتقل لنشاهد القتال بين جين مون وقائد المختالين، ونرى القائد يوجه العديد من الهجمات إلى جين، لكن جين يتصدى لها جميعها. يحاول المختال قطع جين برمحه ويقول في نفسه حتى ذلك الشخص لم يكن ليخمن أبدا أن رجلا مثله موجود، إذا تركته حيا فحتما سيصبح تهديدا هائلا لنا في المستقبل، يجب علي أن أقتله هنا والآن. ونرى أن جين يتفادى هجومه ويلف رمحه بكل قوته في السماء ويصرخ ويقول هذه هي إنها النهاية، ويستخدم تقنية تحليق التنين المجنون. ونراه يستخدم طاقة مرعبة في هذا الهجوم، وبهجوم مباشر على جين نرى جين يمسك برمح ذلك المختال بيديه العاريتين فقط. يصدم القائد مما تراه عيناه ويقول في نفسه ما هذا بحق الجحيم، إنه قادر على الإمساك برمحي وفقط بيديه العاريتين. إلى أي مدى وصل هذا الشاب؟ وفي نفس اللحظة يكسر جين رمحه بسيفه ويقف بكل شموخ رافعا لسيفه ويقول إلى أي مدى يجب أن أقطعك الآن؟ ابدأ بالكلام حالا وفورا وأخبرني بكل ما تعرفه. ما الذي تعنيه؟ أنا ما زلت أستطيع القتال. توقف، لا تقترب مني، أنا أحذرك. أنت ما زلت لم تقطعني حتى هذه اللحظة، إنها ليست النهاية. أيها الوغد المجنون، ما الذي تفعله؟ ونرى أن جين غرس الرمح في كتف ذلك المختال والذي بدأ في الصياح ويخبره أن التالي سيكون عنقك. أسرع وتكلم. أتركهم في تلك اللحظات ونذهب إلى قتال القائد سونغ ضد نائب المختالين في قتال محتدم بينهما. ونرى سونغ فعل تقنية أنياب تنين النار المظفرة، ونرى تنينا عظيما من النار قادما باتجاه المختال والذي قد قضى على نائب المختالين بسيفه. وعندها ينظر سونغ نحو نائب المختالين ونرى علامات الدهشة عليه، حيث تحولت جثة نائب المختالين إلى مخلوق غريب، ونرى دخانا غريبا يخرج من جسده وفمه. ويصرخ سونغ ابتعدوا بسرعة، إنها قنبلة، ابتعدوا. وعند جين حيث غرس الرمح في كتف ذلك المختال والذي كان قد بدأ في الصراخ ويقول هذا الصحيح، تذكرت الآن، أنت محق، نحن من اختطف مبعوثي جماعة التنين الأبيض التجارية. ويقول جين لقد توقعت ذلك، إذا أخبرني من يكون العقل المدبر. ينتبه جين لشيء قادم نحوه ولكنه يتفاداها، ونرى سهما انطلق نحوه. ذلك السهم هل هي حقيبة سامة؟ ونرى انفجار تلك الحقيبة المليئة بالسم الذي بدأ ينتشر في الأرجاء. ينظر جين إلى مكان ذلك المختال ويجد أنه قد هرب. يبدو أنه استخدم السم كإلهاء، ونرى أن ذلك المختال قد لاذ بالفرار. فهل يترك جين الدليل الوحيد الذي وجده حتى الآن؟ طبعا لا. يحاول جين تقفي أثره ونراه يقفز عاليا في الهواء، حيث نستطيع رؤية مساحات شاسعة من الغابة. ها هو لقد ابتعد أكثر مما توقعت، ولكني قادر على اللحاق بهم. ونراه يتحرك من بين الأشجار بكل سرعته، ولكن نرى سهما ينطلق باتجاه جين والذي يتصدى لها بكل خفة. نرى هبوطه على الأرض، وفي نفس اللحظة نرى نزول العديد من الأسهم عليه، ولكنه يتفاداها كلها وينطلق راكدا على الأشجار. ونرى الأسهم التي تلاحقه في كل خطوة، ولكن هذا جين يا جماعة يتفادى كل الأسهم من حوله منطلقا للأمام ويقول في نفسه إذن هذا أنتم أيها اللوغات، وانقض عليهم قاطعا لأقواسهم. ونراه أصبح خلفهم وينزل على الأشجار بين هذين الاثنين. فقط أجيبوا عن أسئلتي ويمكننا تجنب أي إراقة غير ضرورية للدماء. نراهم قد تفاجؤوا به ويصيح أحدهم أمسكه، ونراهم قد أمسكوا بجين ويبدأون في التحول إلى قنابل سامة، وتحولت أشكالهم بشكل غريب. ويقول أحدهم هذه هي بداية النهاية، مضحين بأنفسهم من أجل فرار قائدهم والقضاء على جين. ونراهم قد انفجروا بالفعل، ولكن تمكن جين من الإفلات منهم. ما الذي حدث؟ لقد فجروا أنفسهم. وماذا يعنون ببداية النهاية؟ سيد هوانغ، أملحقا أن تكون بخير؟ لم أكن قادرا على اكتشاف أي شيء مهم. يجب أن نعود إلى الجماعة الآن. نذهب إلى البعثة التي حل بها الخراب والدمار، ونراهم يجمعون جثث القتلى ويزعفون المصابين. ونرى أن معظم العربات قد تم إفسادها وتحطيمها. ونرى قدوم قائد السرية الحديدية يونغ ومعه النائب موهوان باتجاه العربة التي فيها مبعوثين عائلة تانغ، الآنسة مي وعمها، يلقون التحية على بعضهم البعض ويبدأون بتعريف أنفسهم. يدور بينهم نقاش عقيم وغير مفيد. المهم أن السيد جي مون سيكون معهم حتى تشفى إصاباته الداخلية، ويشكرهم ويشكر أيضا ذلك الفتى مون ويخبرهم
أنه يجب عليهم المغادرة حتى يتمكن من تطهير المنطقة من السم والتي أخرجوها أثناء قتالهم مع المختالين، ونراه بدأ في عمله مفعلا تقنية سموم الضفدع الأبيض استبدال سم بآخر، السم والذي يجلب الحياة، وهي تقنية ستساعده على استعادة صحته بسرعة، وذلك عند استنشاق دخان السم. ونرى انتشار دخان السم في الأرجاء، تعجب كل من سونغ وموهوان من تلك التقنية الغريبة، ونرى انتهاء السيد جيمون من تطهير المكان، ونرى وصول جين للبعثة أو يعني ما تبقى من البعثة. تصرخ الآن سامي منادية عليه أيها المنقذ، ونراهم شاكرين لجين كثيرا لما فعله معهم ويعرفون عن أنفسهم له. يخبرهم جين أي شخص كان ليفعل المثل لو كان مكاني، ويسأل جين السيد جيمون عن إصاباته، يجيبه لقد كنت قادرا على التحسن بفضلك، أنا جيمون سأرد لك المعروف بكل تأكيد. ونراهم ممتنين لجين على إنقاذهم لحياتهم، ونرى أن الجميع ينظرون إلى جين من بعيد وهو القائد سونغ وموهوان وحتى الأخت راك. وبعد كل هذه الأحداث التي حدثت هنا سيصبح جين حديث عالم الموريم بأكمله قريبا. نرى أن مجموعتنا قد تحركت حتى وقت المغيب وفي أثناء مسيرتهم، حيث وصلوا تقريبا إلى مقاطعة يونام منطقة جون ميونغ. ونرى الآن سامي وهي تقول للفتى مون شكرا لك على شجاعتك أيها الحارس. يرد عليها كل ما فعلته هو منع الهجوم، لولا مساعدتك يا أيتها الأخت الكبرى لكنت قد رحلت من هذا العالم منذ فترة طويلة. نرى جين والذي يخيط ملابسه التي أتلفت ينظر إليه السيد جيمون ويقول عندما نصل إلى مقاطعة يونام يمكننا الذهاب إلى منطقة التسوق، لماذا لا تشتري بعض الملابس الجديدة من هناك؟ إذا لم يكن لديك ملابس غير هذه يمكنني شراء البعض لك، أقدر عرضك بالفعل ولكنني بخير. كانت هدية من صديق عزيز علي والذي هو السيد هوانغ، والذي اختار الملابس بألوان التي تمثل الطائفة السماوية الشمالية. ونرى السيد جيمون وهو متعجب من جين ويقول في نفسه هذا الرجل يعرف متى يكون شاكرا ومتى يكون متواضعا. من النادر جدا رؤية شباب مثله في هذه الأيام وخاصة في هذا العصر، لابد أن يكون قد أتقن فنون القتال لدرجة عالية جدا، وربما تعلم على يد سيد مشهور أو أنه ينحدر من عائلة مشهورة. يقول السيد جيمون لاحظت أنك تلقيت جروحا في الجانب الأيسر من جسدك. يرد جين إنه مجرد خدش بسيط سوف يتحسن بعد القليل من النوم. نرى جيمون قد أخرج بعض الحبوب ويقول لقد صنعت هذه الحبوب الطبية التي توفر تأثيرا فوريا، إنها تسمى بالحبوب المقدسة القرمزية الفضية، وهي قادرة على أن توفر لك الأثر الفوري لأي ترياق، كما أنها قادرة أيضا على تحسين حالتك الداخلية ب10 سنوات. يخبره جين هذا قيم جدا أليس كذلك؟ إنه كثير على شخص مثلي، إنها حبوب طبية أنا من صنعها، ومقابل إنقاذ حياتي هذا لا يزال ثمنا صغيرا لدفعه. أقترح عليك استخدامها عندما تكون حياتك في خطر، هذا هو كل ما يمكنني أن أقدمه لك الآن، لذا خذها رجاء. يأخذها جين منه ويقول لقد فهمت، سأستخدمها جيدا. تسأله الآن سامي هل سيستمر سيد جين في السفر مع جماعة التنين الأبيض التجارية واللي بتكون خدودها محمرة وشكلها وقعت في دباديب جين؟ حسنا، لقد وصلت إلى وجهتي، إذا من الأفضل أن أتوقف عن السفر مع هؤلاء الناس، فقد أصبح من الواضح أنني مصدر إزعاج لهؤلاء الناس هنا. هذا يعني أنني أصبحت عبئا أكثر من كوني عونا لهم. نرى الصدمة على وجه الفتى مون الذي كان يستمع لحديثهم. قل الآن سامي إذن هل تريد السفر معنا؟ وتقول نحن نخطط للبقاء في طائفة القبضات المحطمة في الوقت الحاضر، فنحن بحاجة إلى تجميع صفوفنا مع فناني الدفاع عن النفس للتحالف السماوي المركزي. نرى جين وهو في قمة الغضب الشديد عند سماع هذا الاسم، طائفة القبضات المحطمة، ويقول التسع الغير قابلين لللمس والذين يحكمون عالم الموريوم حاليا، وهم السماوات التسع للتحالف السماوي المركزي، أسياد الدفاع عن النفس الذين تعد قوتهم في فنون الدفاع عن النفس مكافئة لهؤلاء الأشخاص، وهم الأركان الأربعة الذين دعموا الطائفة السماوية الشمالية ذات يوم بفخر. إنهم السماوات الشمالية الأربعة العظماء، ومن بين هؤلاء الأربعة كان هنالك شخص واحد كانت تجمعه رابطة وطيدة بوالدي، وكان شخصا كنت فخورا بدعوته بعمي، ومع ذلك في النهاية كان أول شخص خان والدي، جو تشيون وو. ذلك اليوم المشؤوم بخيانته حصل على موافقة التحالف السماوي المركزي واستقر في مقاطعة يونام من أجل تشكيل طائفة القبضات المحطمة. تقول الآن سامي ربما إذا تلقيت المساعدة من طائفة القبضات المحطمة أنا متأكدة من أنهم سوف يكونون قادرين على العثور على عمك، لا يجب أن يكون الأمر صعبا بالنسبة لهم. يرد جين وهو مستاء ويقول شكرا على عرضك، لكن للأسف سأضطر إلى الرفض، فهنالك شيء يجب أن أفعله أولا، لكن عندما أنتهي من كل ذلك سأحرص على أن آتي لأجدكم يا رفاق.
هكذا إذن، ونرى الحزن على وجه الآنسة مي. لقد فهمت، لا يمكنني فعل شيء إذن تعال وجدنا في أي وقت تكون مستعدا فيه. إذا قمت بإظهار هذا اليشم سوف يسمحون لك بالدخول، وأنه داخل عائلة تانغ فقد عدد قليل من الناس يمتلكون هذا اليشم. مع هذه ولا حتى التحالف السماوي المركزي يمكنه أن يشك في سلطتك أو يوقفك للتحقيق معك. ستدخل لنا بدون أي قيود. ويقول لها جين: شكرا لك، سأعتني به جيدا. ونلاحظ أن عمها ينظر إليها ويقول: الرياح تهب ويمكنني الشعور بالزهور اللطيفة تتفتح. تنتبه له الآنسة مي ونراه قد ارتسمت على وجهه ابتسامة عارضة. شايفك يا شقية. والآنسة مي تكون في قمة الإحراج وبدأت بالنظر بعيدا. يقول السيد جيمون: أنا متأكد من أنك على علم بذلك بالفعل، ولكن من فضلك كن حذرا. حتى مدينة جون ميونغ التابعة لمقاطعة يونام والتي نحن متجهون نحوها الآن في حالة من الذعر استنادا إلى حقيقة أن التحالف المركزي قام باستدعائنا. يمكنني أن أفترض مدى سوء الوضع حاليا، لذا أبذل قصارى جهدك للبقاء آمنا. سأضع ذلك في عين الاعتبار أيها السيد جيمون. نرى وصول البعثة إلى طائفة القبضات المحطمة، ويقول جيمون: لقد وصلنا أخيرا. ويبدأ الشيخ بأخذ أمتعته ونزول السيدة مي. حان الوقت لتفترق طرقنا. سأدعو أن نتقابل مجددا يا جين. وتقول: سنكون في انتظارك يا سيد جين. يودعهم جين ويقول: حتى نلتقي مرة أخرى. أشكركم وأدعو أن تحظوا بالحظ الجيد خلال سفركم. ونرى الجميع وهم يودعون السيد جين ويقدمون له التحية. تلتفت السيدة مي آخر اللحظات لترى جين، ونرى جين الذي يذهب إلى قائد الحرس ويخبره أنه شاكر لكل ما فعله من أجله. والآن بعد أن وصل إلى مقاطعة يونام أعتقد أنه من أفضل أن أعمل بمفردي. أنا ممتن جدا لك لأنك سمحت لي بالمجيء إلى مقاطعة يونام في المقام الأول. أريد أيضا أن أعتذر عن كل الحوادث التي تسببت بها. يراهم القائد سونغ ويقول في نفسه: ماذا؟ إذن هو مغادر الآن. يا لها من مضيعة حقيقية. هذا الفتى شخصيته قد لا تكون الأفضل، ولكن بما أنه يمتلك كمية هائلة من القوة أردت ضمه إلى السرية الحديدية. أعتقد أنه رجل حتى أنا يونغ سونغ لا يمكنني ترويضه، ومع ذلك لدي شعور أننا سنتقابل يوما ما مجددا في عالم حيث حتى أقرب الأصدقاء يمكن أن يخونك. آمل لا نكون أعداء في المرة القادمة التي نلتقي فيها يا جين. ونرى قائد الحرس وهو يقول في نفسه: السفر مع هذا الرجل سوف يبقينا آمنين. ومع ذلك بالحكم على حالة حراسنا إنهم خائفون جدا منه. وأيضا السرية الحديدية الذين هم بموجب عقد لحماية رحلتنا لا يمكنهم إلا أن يشعروا بكبريائهم وهو يجرح. الجو لا يبدو جيدا أبدا، ناهيك عن ذكر أن هذا الرجل ليس شخصا يستمع أو يرضخ لأحد، وأنه لا يتحرك على أساس المكاسب التي سيجنيها. يصرخ قائلا: أتفهم كلامك، افعل ما تريد، كما أننا سنبذل قصارى جهدنا للبحث عن عمك أيضا إذا كنت قادرا على العثور على أي شيء بخصوص سيدنا الشاب الثالث والحراس الذين اختفوا. يرجى إعلامنا في أقرب وقت ممكن. ونرى دخول الفتى مون، والذي بدأ بتقديم التحية إلى قائد الحرس شاكرا له على كل ما فعله من أجله، الذي يبدو أنه يخطط لاتباع جين مون في الطريق الذي سيسلكه. ونرى الدهشة والاستغراب على كل من جين وقائد الحرس، والذي يكمل: الأخ الأكبر هو الشخص الذي ألقى الضوء على أحلامي. لهذا السبب أريد أن أرى إلى أي مدى ستأخذني أحلامي. والذي ينظر إلى جين ويقول وهو مبتسم: أخي الأكبر، على الرغم من أنه قد لا يبدو علي ذلك، ولكن أنا على دراية تماما بالطرق حولنا هنا، كما أنني قادر أيضا على قراءة الخرائط بشكل جيد جدا. لن أصبح عبئا عليك أبدا، وسأحرص على حماية حياتي بكلتا يدي، لذا لا تقلق كثيرا. ونرى أن جين مستغرب مما يحدث، ولكن القائد يقول: كان يجب أن نتوقع هذا بعد كل شيء، فأنت قضيت كل وقتك معه. حسنا، افعل ما تريد، سأحترم قرارك. فقد تذكر إذا أردت العودة فجماعة التنين الأبيض التجارية سيكون لديهم مكان من أجلك، وسأكون في انتظار عودتك. يرد الفتى مون: شكرا لك على رعايتك لشخص عديم الفائدة مثلي أيها القائد العظيم. والابن الصغرى التي تنظر إليهم وتقول: إذن سيتركوننا. في المقام الأول ذلك الرجل شخص ما كنا لنتمكن من الظفر به قط. الشمال، قال إنه من الشمال صحيح. ونرى جين والفتى مون وهم يتركونهم ويذهبون في طريقهم الخاص. نذهب إلى رجل يقول: أنا مسرور أنك كنت قادرا على الوصول بأمان يا شيخ تانغ. ونرى شيخ تانغ جيمون
والذي هو واقف أمامه ويقول: حسنا، في رحلتنا إلى هنا لقد وقعنا في كمين ما، إن وقعتهم لا تعرف حدودا. فيقول ذلك الرجل: لقد أرسلت العرافين من قسم الاستطلاع، لذا فهي مسألة وقت قبل أن نعرف هويتهم، وطالما هم بداخل مقاطعة يونام لن يكونوا قادرين على التملص من عيني. بمجرد الكشف عن هوياتهم سوف يندمون قريبا على أفعالهم. ونرى السيد جيمون أو الشيخ تانغ وملامح التوتر والرعب ظاهرة على وجهه، ويقول في نفسه: في كل مرة يتحدث فيها يجعل بدني يقشعر. السماوات الشمالية الأربع العظماء هل كانوا دائما بهذه القوة؟ يمكننا أن نفهم الآن لماذا كانوا منزعجين من اضطرارهم للبقاء كزعماء فرعيين في الطائفة السماوية الشمالية. وهذا الرجل هو زعيم طائفة القبضات المدمرة جيت شيون وو، والذي لقب فيما بعد بالقبضة الشيطانية. يكمل السيد جيمون: لم يكن أولئك اللغات مجرد عصابات عادية من البر الرئيسي، ولحسن الحظ تمكنا من تلقي المساعدة. بدون هذا الشخص لم نكن لنتمكن من الحضور إلى هنا. يرد تشيون وو على ما يبدو أنها كانت هدية مرسلة من السماء. منقذ عائلة تانغ وهو أيضا منقذ طائفة القبضات المحطمة. أخبرني من هو وسأحرص على مكافأته بسخاء. يخبره السيد جيمون: لم أكن قادرا على معرفة من يكون هذا الشخص بالضبط، ولكننا سنلتقي مرة أخرى في نهاية المطاف، لذا سأتأكد من معرفة من هو في الحقيقة. إنه شاب رائع لن يخذلك أبدا. نرى جو شيون وو وهو يضحك بشدة: لا أطيق صبرا حتى أراه. نذهب إلى حيث يتواجد بطلنا. نرى الفتى مون وهو في إحدى الفنادق ويقول: هذا من أفضل الأماكن بالفعل، والغرف لائقة جدا، ما عليك سوى أن تترك الأمر لي أخي الأكبر. يخبره جين: ليس سيئا، أحسنت عملا. يقول بعدها: أحتاج أن أبدأ البحث عن شخص ما. يخبره الفتى مون أنه يجب أن نذهب معا بعد أن نأخذ قسطا من الراحة. يخبره جين: ربما يستغرق الأمر بضعة أيام، لذا وتبذل قصارى جهدك في التدريب. ويقول له: لا تنسى أن تبقي ذراعيك مستقيمتين، وركز على جمع أكبر قدر ممكن من التشي، وسأتحقق من تقدمك بعد عودتي، لذا تأكد من العمل جيدا. ويهم جين للمغادرة. يقول الفتى مون: أنت لن تتركني خلفك صحيح؟ ونرى نزول جين في السلالم، والذي ينادي على صاحب الفندق ويقول: أنا أحاول العثور على شخص ما ربما تتمكن من التعرف عليه، اسمه الباحث ذو العقول الثلاثة هاجين. هل تقصد ذلك المعتوه المجنون؟ معتوه المجنون هذا ما يدعوه به الجميع هنا. كان يعتبر عبقريا في مرحلة ما من حياته، ولكنه فقد عقله في لحظة ما وأصبح يلقب بالمعتوه المجنون. يبدو أنك لا تعرف شيئا، يجب أن ننتفع منه. أعتقد أنه في ذلك المكان. أنا متأكد من أنني سمعت أين كان. لا أستطيع التذكر. ذاكرتي ضبابية بعض الشيء. ربما إذا كان هنالك حافز يذكرني به. يعني هذا النذل يطلب رشوة ويمد يده مطالبا ببعض المال. يسأله جين: إلى أين يجب أن نذهب؟ وقد أخرج عددا من العملات الذهبية. تذكرت الآن. إذا أخذت الشارع الرئيسي وتوجهت جنوبا يجب أن تصل إلى الأحياء الفقيرة، وهنالك مكان يسمى مطعم الرياح الغربية. على الرغم من أنهم يزعمون أنه مطعم، إلا أنه مجرد وكر للقمار ستجده هناك، ولكن توخى الحذر، الناس في تلك المنطقة ليسوا لطفاء. يخبره جين: لا تقلق عليه، سأذهب الآن. نذهب عند مجموعة من الرجال يقولون: هاجين وول ذلك الواغد المحتال، تسخر منا؟ هل أنت فاقد لصوابك؟ ونرى ثلاثتهم يحيطون بجين، بينما هنالك شخص آخر من المجموعة جالس في الخلف. يكملون: هل تريد أن تقتل لهذه الدرجة؟ فقد كنا مشغولين في محاولة تنظيف فوضى ذلك الوقت. ويقول ذلك الذي في الخلف استنادا إلى حقيقة أنك أتيت إلينا باحثا عن ذلك الوقت، فيبدو أن لديك الشجاعة. ماذا تعني؟ هل حدث شيء ما؟ يسأله جين. إذن ربما يجب وقبل أن يكمل كلامه ويقول أحدهم: هذا اللقيط لابد أنه أرسله ذلك الوغد المعتوه المجنون، أمسكوه الآن. ونراهم الأربعة يستعدون ويجهزون أنفسهم للقتال مع جين الذي يقول: لست متأكدا مما يحدث هنا. ونراه يفرك رأسه وغير مبال بما يحدث، ولكن في مواقف كهذه ربما يكون بعض الضرب مفيدا أحيانا. هيا لنبدأ. وبإصبع واحد فقط يطبق تقنية الأصابع الكاسرة، بوم بام بيم، وقد قضى على ثلاثتهم وتبقى ذلك الأخير، وجين رافع أصبعه على وجه ذلك الأخير. ونراه يتصبب عرقا من الخوف والتوتر. يقول: تبا، إنه سيد فنون الدفاع عن النفس، لقد عبثنا مع الشخص الخطأ. إذن هل ما زال لدينا مشكلة ما؟ ونراه قد أفقد أولئك الثلاثة الوعي، وذلك المسكين قد سقط على الأرض جالسا بكل احترام. أي مشكلة؟ سأخبرك بكل ما تريد معرفته يا زعيم. ونرى أن هذا الرجل يدعى مان ديون،
الذي هو صاحب وكر للقمار، والذي أبدى استياءه من هاجين وول، حيث وصفه بالمعتوه المجنون الذي سرق منهم كل شيء، مستغلا نوعا غامضا من الأوهام. لم يكن سرقته للأموال فقط هي المشكلة، بل أنه دمر سمعة الوكر بأكمله، مما أدى إلى انهيار تجارتنا الغير مشروعة. عند سؤال جين مون عن مكانه الحالي، أشار ما ديونغ بأن آخر الأخبار أفادت بأنه شوهد في سوق الماشية على أطراف المدينة. وهكذا بدأ جين مون رحلته. وفي موقف طريف يقول ما ديونغ: يا زعيم، هلا أوقفت تهديدك؟ أعني هلا حركت ذلك الإصبع بعيدا عن وجهي؟ اعتذاراتي. لا 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 لا، أنا الشخص الذي يجب أن أعتذر عما حدث. هل تخطط لمطاردته؟ لماذا؟ هل هنالك سبب يدعوني للانتظار؟ فيقول زعيم الوكر: لا 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 يوجد، يجب أن تسرع بالذهاب. في الواقع أرجوك أسرع وغادر، أنا مرعوب منك تماما. صراحة أضحكني وقلت يعني لازم أضيف النص. المهم، متنقلا من مكان لآخر، حيث التقى برجل في السوق أكد له أن هاجين وول اشترى عددا كبيرا من الثيران القوية، ثم توجه بها نحو بلدة أخرى. في تلك البلدة علم جين مون أن هاجين وول استغل الثيران لإقامة مسابقات مصارعة، ثم وزعها على السكان قبل أن يختفي مجددا، تاركا وراءه آثارا محيرة. بالمضي قدما في التحقيق، قادت الأدلة جين مون إلى أحد الأديرة، حيث قيل له أن هاجين وول خاض معركة شرسة مع راهب رئيسي انتهت بإرسال الأخير إلى عزلة تأملية، ومن هناك اتجه جين مون نحو الجبال وداخل غابة من الخيزران باحثا عن المزيد من الأدلة. وأثناء تجوله داخلها وجد نفسه محاصرا في دائرة غريبة، نفس الصخرة التي يمر بها تكرارا أمامه كلما تحرك، وعندها أدرك أنه وقع ضحية لفن وهم قوي. وبينما كان يحاول تحرير نفسه، بدأت الأوهام تتجسد على شكل وحوش ضخمة، والتي بدأت تهاجمه بكل شراسة. لكن جين مون بقوة إرادته وخبرته في فنون القتال لم يسمح للخوف بالسيطرة عليه. أدرك أن هذه الأوهام ليست حقيقة، بل أنها مجرد حيل عقلية متقنة، ومن خلال استخدام حواسه الحادة استطاع كسر الوهم. في معركة الذكاء، الشخص الأكثر حكمة يصبح المنتصر، ومع ذلك يمكنك دائما استخدام القوة الغاشمة. ويقول: حان الوقت لتظهر نفسك. ونراه قد استل سيفه ويبدأ في تنفيذ إحدى تقنياته، مرسلا إياها باتجاه ظل شخص ما. ونراه كشف الشخص المختبئ خلف ذلك الوهم، الباحث ذو العقول الثلاثة هاجين وول، والذي تبدو عليه آثار الدهشة والذهول، وكذلك آثار التشرد والفقر. وربما يكون مجنونا حقا. ولمن لا يعرف، هذا الرجل قد أوصى به قائد دير جونغ دونغ، وأخبر جين أن يبحث عنه، وأنه رجل غامض ذو معرفة واسعة بفنون الأوهام، وأنه سيساعده ما إذا ذكر اسمه. وبعد معركة عقلية حادة، جلس الاثنان أمام كوب من الشاي الساخن، حيث بدأ الباحث في تحليل قوة جين مون، متعجبا من قدرته على هزيمة موغ وانغ الذي هو قائد دير جونغ دونغ. يخبره جين إنها الحقيقة، يعني هزمه وهزيمة مذلة كمان. ونراه ينظر إلى جين بنظرات حادة، ويقول في نفسه: على الرغم من أن موغ وانغ عنيد ولديه شخصية سيئة، إلا أنه ليس ضعيفا أبدا. أنت تخبرني أن شخصا مثلك كان قادرا على هزيمته استنادا إلى مظهرك، فإنك لا تبدو بتلك القوة حقا، ولكن على الأقل يجب أن تكون تجاوزت مرحلة الذروة. وفجأة يقول له هذا الباحث: أنت ولد شقي بالفعل، تدري ذلك؟ يسأله جين متعجبا: عن ما الذي يقوله؟ يخبره الباحث ويقول: أستطيع أن أقول ذلك، إن لديك كمية لا تصدق من قوة فنون الدفاع عن النفس، لكنك تخفي ذلك عمدا. إذن فأنت بالطبع فتى شقي. نرى جين قد بدأ بالضحك بنوع من الإحراج، ويقول: هذا لأنني أريد البقاء على قيد الحياة بقدر ما أستطيع. ونرى الباحث وهو مصدوم جدا من إجابة جين، ويقول: حسنا، على ما أعتقد الأوغاد الذين يحبون إظهار قوتهم هم أول من يموت، والأشخاص الذين يعيشون أطول حقا هم الأشخاص مثلك الذين يخفون قوتهم بشكل جيد. إذن في النهاية أنت تعرف متى تكون صادقا على الأقل. إذن أعتقد أنك لست شقيا بعد كل شيء، لكن انتظر، كيف تمكنت من اختراقي وتجاوز أوهامي؟ ونراه بدأ بالجنون، وضع كأس الشاي جانبا ويقول: هل كانت تكهناتي ساذجة لهذه الدرجة؟ يجب أن تكون حساباتي مثالية، كنت واثقا جدا من قدرتي. دعني أتأكد من هذا مجددا. ونراه قد بدأ بالكتابة على الحجر، ونراه بدأ بمحاولة معرفة كيف تمكن جين من كسر أوهامه، وبدأ بطرح 10,000 سؤال في الثانية.
ويحاول فهم ما فعله جين، ونرى أن جين ينظر إليه نظرات تعجب واستغراب مما يقوم به الباحث، والذي يقول في نفسه: ما الخط في التغيير المفاجئ في مزاجه؟ هل كل العباقرة مثله تماما؟ ويخبره جين: كنت قادرا على معرفة ذلك بحواسي فقط. ماذا؟ حواسك فقط؟ فيرد جين: نعم، باستخدام حواسي كنت قادرا على معرفة أين كنت بحاجة للهجوم. يقول ضاحكا: إذا تخبرني أن حواسك مثيلة، ولكن هل تعلم أن خطأ واحدا كان قادرا على قتلك؟ يسأله جين: لماذا كل هذا التعقيد في تقنية الوهم هذه؟ وما إذا كان يخطط للاستيلاء على العالم؟ يرد الباحث وعلامات الحماس تعلو وجهه: سيكون في الواقع هذا رائعا لو استطعت فعلها. ويسأل الباحث جين بكل جدية: من تكون؟ يرد جين عليه: اسمي هو جين. قبل أن يكمل كلامه: لا، ليس اسمك، أنا أسأل عمن تكون أنت حقا. يعني الباحث أدرك أن جين مون لم يكن مجرد مقاتل عادي، بل شخصا يمتلك حواسا خارقة وقوة لا تصدق جعلته قادرا على رؤية ما لا يراه الآخرون في الوهم. وبينما كان الباحث يتساءل عن هوية جين مون الحقيقية، أجابه الأخير بعبارة بسيطة: أنا لا أملك هوية. يسأله الباحث: إذا لماذا جئت للبحث عني؟ يخبره جين: لأن شيخ موغوانغ قائد الدير أخبرني أن هنالك رجل أحتاج للقائه، لذلك كنت أرضي فضولي فقط. ماذا؟ هل أنت مجنون؟ أم أنت مجنون؟ أم ماذا؟ هل وثقت بموغوانغ بهذه السهولة؟ هل وثقت به بحواسك أيضا؟ ونرى علامات الصمت ونوع من الاستغراب تعلو وجهه، ويقول ضاحكا: إذا كان لديك أي أسئلة لي، يعني هل تريد معرفة السر وراء مظهر الشباب وكيف أحافظ على بشرتي ناعمة وصحية، أو ما هو أكثر؟ وقبل أن يكمل ثرثرته واستهزاءه، عندها قرر جين أن يسأله عن رجل فقد في هذه المنطقة قبل 6 أشهر، وهذا الشخص الذي كان يبحث عنه منذ البداية، وأنه مستعد للتضحية بحياته ليجد ذلك الشخص. بعد لحظات صمت من الباحث، أشار الباحث إلى مدينة اليشم كمكان قد يحمل إجابات لتلك الأسئلة، وأن هنالك حوادث غريبة في الفترة الأخيرة، وهنالك تغيير في حركة الأسواق. فيسأله جين مبتسما: لماذا لا تأتي معي؟ لكنه رفض مرافقة جين مون في رحلته، ويقول: من أين تأتي بهذه الأشياء؟ أنت لا تعرفني وأنا لا أعرف حتى من تكون. يخبره جين بوجه مبتسم: ولكن قلبي يخبرني أن أفعل ذلك وأطلب منك مرافقتي. وبضحكة مستهزئة والتوتر ظاهر على وجهه، يقول الباحث: أنت مجنون حقا، تتحدث عن الأحاسيس والقلب، أنت حالم فعلا ولست كذلك؟ متحججا بأنه يعيش حياة مريحة هنا. لكن جين مون بابتسامة واثقة سأله: أليس هذا لأنك خائف؟ تجمد الباحث للحظة قبل أن ينفجر وترتسم نظرات الجد على وجهه. ما الذي تقوله أيها الشقي؟ يخبره جين: أثناء بحثي عنك وصفك الجميع بالمجنون، ولكن فإن تصرفات الشخص المجنون تكون غير منطقية وغير عقلانية، وذلك لأن منطقهم مخدر، ولكنك تبدو متزنا إلى حد ما، وأعتقد أنك تحاول فهم ما هي الطبيعة الحقيقية للبشر ومعرفة ما الذي سيفعله البشر عند دفعهم إلى حدودهم. ألا أنا مخطئ أيها الباحث المجنون؟ تجمد الباحث للحظة قبل أن ينفجر ضاحكا: أنت فعلا وغد مضحك. وبضحكات يملأها الجنون ينظر إلى جين: ليس لدي أي رغبة للانضمام إليك في رحلتي. يعني أنه لم يكن مستعدا للانضمام إليه، ولكنه ودعه بكلمات غامضة: بين السماء والأرض هنالك رجل يقف وحده، بوجوده يحافظ العالم على توازنه، وبدونه يفقد العالم معناه. ونراه قد غادر فعلا في طريقه، تاركا جين في حالة استغراب من كلماته الغريبة التي قالها، ولكنه يشكره على الشاي ويقول: أنا متأكد من أننا سوف نلتقي مجددا أيها الباحث. نذهب إلى طائفة القبضات المحطمة، وداخل القاعة الكبرى وقف الزعيم جوتشيون وعيناه تضيقان بشدة بينما يستمع إلى التقارير المتوالية عن اختفاء التجار من مقاطعة يونام. وأمامه كان يقف ابنه الأكبر جوين كيونغ الذي بدأ هادئا رغم ثقل الأنباء. جماعة التنين الأبيض التجارية أرسلت طلب مساعدة للمرة السادسة. تساءل الزعيم بصوت حاد. أجابه جوين بإيماءة بسيطة: نعم، وهنالك قلق متزايد بشأن ما يحدث في يونام. المقصود هنا أن هذه هي المرة السادسة التي يختفي فيها التجار في مقاطعة يونام. لكن الزعيم لم يظهر اهتماما كبيرا، بل اكتفى بالقول: اهتم بالقضايا الجارية في مقاطعة يونام، أما بشأن هذه الجماعة فلتعمل معهم فحسب. لم يظهر جوين اعتراضا. الصراحة سأقول كيونغ بدل جوين لأنه أسهل في النطق، لكنه ظل متسائلا عن السبب وراء تردد والده في التدخل المباشر. وحين استدار ليغادر نظر إليه الزعيم قبل أن يهمس لنفسه: هل يأكل جيدا؟ كيف لشخص هزيل وضعيف أن يحقق أي شيء؟ وما الذي حققته أنت أيها الجبل الضخم؟ وبعد لحظات التفت نحو المطر المتساقط من السماء من شرفته وقال: بيونغ. بطرفة عين ظهر الرجل
مع ظهور الرعد في السماء انحنى وقال: أجل يا مولاي. بدا الزعيم ممتعضا وهو يقول: كل شيء جيد بشأن غوين كيونغ، لكنه يمتلك قلبا ضعيفا لا يمكن لحاكم حقيقي أن يظهر أي ذرة من الرحمة. ما رأيك؟ بيونغ رئيس العرافين وقائد قسم الاستطلاع أجاب بهدوء إنه يحظى باحترام أتباعه، كما أنه شديد الفطنة. في النهاية هو يقوم بعمله على أكمل وجه، لكن الزعيم متنهدا يقول: لن يكون هو من سيرة الطائفة. بالمناسبة تأكد من أن غوين كيونغ لن يتورط في هذه المسألة. إذا اكتشف الحقيقة فلن يقف ساكنا، يعني إذا علم أنه ليس مرشحا لكي يرث الطائفة فإنه سيحاول معارضة الأمر، وقد يقوم بفعل أشياء لا حاجة لها. أومى بيونغ باحترام كما تتمنى يا مولاي، لكن الزعيم لم يكن راضيا تماما، بل نظر للأفق للحظة ثم همس بصوت قاتم: أنا لست راضيا بمجرد قطعة من يونام. لو كنت كذلك لما كنت قد خنت الأخ الأكبر زعيم الطائفة السابق في ذلك الوقت. جين كوانغ هو الجدار الشمالي كان شخصا بلا طموح، كان يكتفي بمهمته في منع اجتياح غزو الليل الصامت. رغم أنه امتلك القوة لغزو العالم، لم أفهم قط لماذا اختار أن يكرس حياته لتلك المهمة التافهة؟ إذا كنت تمتلك قوة عظيمة فمن الطبيعي أن تستخدمها لمصلحتك الشخصية. التحالف السماوي المركزي قد بدأوا في القيام بحركتهم، حتى أنهم استدعوا عائلة التانك. سأنهي المهمة التي بدأتها بشكل صحيح قبل أن يقوم التحالف السماوي المركزي بالمزيد من التقدم. وهنا يقصد أنه يسعى لبسط نفوذه في أنحاء الموريوم بأكمله، وأن تحركات التحالف السماوي المركزي تحد من تقدمه، بل أنهم يحاولون وضعه تحت السيطرة. بيونغ ظل صامتا للحظات ثم قال بابتسامة غامضة: لهذا السبب قررت أن أتبعك يا مولاي. رجاء ركز فقط على المهمة التي أمامك، أما المضايقات الصغيرة فسأتكفل بها. ثم أضاف بصوت خافت وغامض: ولكن هنالك أمر يجب أن تعلمه. سنتطرق إلى القليل من إراقة الدماء، بضع مئات من الآلاف على الأقل، وربما بضعة آلاف. ابتسم الزعيم ابتسامة باردة وكأنما أعجبه ما سمع. من أجل تحقيق هدف عظيم لابد من تقديم التضحيات. إذا كنت أخشى القليل من الاستياء لما اخترت هذا الطريق منذ البداية. لقد مر وقت طويل منذ آخر مرة شهدت فيها أمطار الدماء، ونرى الرعد الدموي ضرب المكان. وفي قاعة الاجتماعات الخاصة بطائفة القبضات المحطمة اجتمع القادة لمناقشة الوضع المتأزم. وقف القائد سونغ وقال بصوت عالي: أنا قائد السرية الحديدية يونغ مو سونغ، وعلى يساري نائبي، وعلى يمين القائد كونغ والسيدة يوان من جماعة التنين الأبيض التجارية. ابتسم غوين كيونغ قائلا: إنه لمن دواعي سروري أن ألتقيكم جميعا. لكن في ذهن القائد سونغ كان يقول في نفسه: إذن هذا هو جوين كيونغ الابن الأكبر للقبضة الشيطانية، إنه مثير للاهتمام على عكس والده. لا يبدو مشبعا بالروح الحربية، لكنه لا يزال يمتلك حضورا قويا. عيناه مشرقتان وتصرفاته مبهجة، مما يدل على أن دماء عائلة مشهورة تسري في عروقه. يقول جوين كيونغ بنبرة هادئة: لقد سمعت حكايات عن شجاعتك أيها القائد سونغ. يبدو أنك تم استئجارك من قبل جماعة التنين الأبيض التجارية هذه المرة. رد سونغ بإيماء: هذا صحيح، نحن نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ الأشخاص الذين فقدوا. تأمل غوين كيونغ كلامه للحظة ثم ابتسم وهو يقول: يا لك من رجل يمكن الاعتماد عليه. لكنه في داخله شعر بشيء غريب، إذ لاحظ أن عيون القائد سونغ تشبه عيون والده كثيرا، مما جعله أكثر حذرا في التعامل معه. وبعد لحظات تنحنح القائد سونغ قائلا: أعتذر على قدومك في هذا الوقت المتأخر، لكن اسمح لي أن أدخل في صلب الموضوع مباشرة. بصراحة نحن في ورطة ونحتاج إلى مساعدتك. لقد مرت 4 أيام منذ وصولنا إلى مقاطعة يونام، وما زلنا غير قادرين على العثور على أي دليل حول الأشخاص المفقودين. حتى الرجل الذي أرسلناه في وقت مبكر اختفى في ظروف غامضة، والأسوأ من ذلك أننا واجهنا الأشباح القرمزية، مما جعل الأمور أكثر خطورة. نحن غير متأكدين من طبيعة المخاطر التي تنتظرنا هنا، ولهذا نحتاج إلى دعم طائفتكم. لكن عند سماع هذا الكلام اتسعت عينا غوين كيونغ بدهشة، حيث ظل صامتا دون قول كلمة. يعني أعتقد هنا تبدأ خيوط المؤامرة حول ما يحدث في مقاطعة يونام. وفي كل هذه الأجواء المتوترة يقول نائب مهوان: من خلال مساعدتكم لجماعة التنين الأبيض التجارية، والذين هم واحدة من أعظم المنظمات التجارية في البلاد بأسرها، ويمكن لهذا التعاون أن يوطد مكانة الطائفة أكثر من أي وقت مضى. نظر غوين كيونغ إليهم بعينين باردتين قبل أن يسأل مباشرة:
ما نوع المساعدة التي تحتاجونها؟ هل هو دعم عسكري أم تبادل معلومات فقط؟ يكمل ويقول: إذا كان الأمر يتعلق بالمعلومات فسأكون صريحا. في البداية ظننا أن هذه الهجمات كانت من فعل قطاع طرق بسطاء، لكن بعد تكرار حوادث الاختفاء أدركنا أننا كنا غير مبالين أكثر مما ينبغي. التحقيقات لا تزال جارية وليس لدينا الكثير من التفاصيل حتى الآن. وفجأة تدخل قائد الحرس قائلا: الشخص المسؤول عن هذه الرحلة ليست سوى سيدتنا الشابة، إنها شقيقة السيد يون جام يونغ الذي فقد مؤخرا، أي السيد الشاب الثالث. لهذا السبب نحن مستعدون لفعل أي شيء لاستعادته ونرجو تفاهم موقفنا. ظل غوين كيونغ صامتا للحظات ثم قال بنبرة هادئة وحاسمة: حسنا، إذا كان هذا هو الوضع إن طائفة القبضات المحطمة ستفعل كل ما في وسعها لمساعدتكم في العثور على أخيكم المفقود. شعرت الآنسة يوان بالإحراج قليلا حيث قالت: شكرا لك يا سيد كيونغ. ولكن في أعماقه كان كيونغ يفكر بطريقة مختلفة. يوان سيون، هذا مؤسف، لكنك لست الشخص الذي يجب أن نتفاوض معه. الأشخاص الذين يحققون الفائدة الحقيقية هم هؤلاء الرجال الواقفين أمامي. بعد لحظات من الصمت قال كيونغ بصوت عالي: حان الوقت لننتقل إلى موضع النقاش الرئيسي. ونراه أشار إلى رئيسي الاستراتيجيين الذين تقدما بسرعة قائلين: نحن في خدمتك يا مولاي. فلنبدأ إذن. وبالفعل بدأت سلسلة من النقاشات المكثفة حول التحركات التالية. وفي تلك اللحظات كان كيونغ يراقب المحادثة بصمت، لكنه كان غارقا في أفكاره حيث يقول: العدالة، الشرف، لم يعد لهما مكان في عالم الموريوم. كل ما تبقى هو الفائدة والمكاسب. أصبحنا نزن قيمة الأرواح كما لو كنا مجرد أرقام. لكن لم يكن الحال دائما كذلك، ونراه غارقا في ذكرياته القديمة مستعيدا صورة من شبابه في المنطقة الشمالية القاسية. كانت تلك الأوقات التي شعرت فيها بالسعادة الحقيقية. لم أكن مقيدا بأي شيء، كنت حرا. ونرى ظهور صبي صغير يركض نحوه. أخي الأكبر، أخي الأكبر. نظر كيونغ إلى الطفل بابتسامة عريضة وقال: ماذا هنالك يا جين مون؟ وضع الطفل متحمسا للغاية وهو يقول: أرجوك علمني فنون الدفاع عن النفس، لقد سئمت من دراسة الكتب. لا أفهم لماذا يجبرني والدي على ذلك. تنهد كيونغ وربت على رأسه برفق قائلا: إذا فعلت ذلك سأقع في مشكلة مع والدك. انتظر حتى تكبر قليلا وسأعلمك بشكل صحيح حينها. لكن في داخله شعر بوخزة ألم وتذكر بصمت: يا للأسف، أنا آسف حقا لما حدث لك، لكنني اخترت بالفعل المسار الذي لا يمكنني التخلي عنه. حتى لو قادني إلى الهاوية لن أتمكن من الانحراف عن هذا الطريق الآن. جين مون، سامحني رجاء. وبعيدا عن قاعة الاجتماعات في غابة تغمرها الأمطار الغزيرة، كان جين مون يشق طريقه ممسكا بإحدى النباتات مستخدما لها كالمظلة، وعيناه تراقبان محيطه بحذر، متذكرا كلام الباحث حيث قال: هنالك شخص يخطط لشيء هائل، من المستحيل أن يكون كل هذا مجرد محاولة للسيطرة على مقاطعة يونام أو حتى طائفة القبضات المحطمة. لا، هؤلاء مجرد أجزاء من لعبة أكبر بكثير. لكن جين مون تذكر كلمات سمعها مؤخرا من جنرال الأشباح القرمزية نام جون وي، الذي قال نفس الشيء، أنه مجرد أداة، بينما الشخص الحقيقي هو من رسم الصورة الأكبر. من الصعب تخيل أنه مجرد تابع لشخص آخر، لكن من هو الذي يقف خلف كل هذا؟ وتحت استمرار الأمطار في الهطول بغزارة، شعر جين مون فجأة بقشعريرة تسري في جسده. لم يكن بسبب البرد، بل بسبب ذلك اللحن الغريب الذي بدأ يتردد في الأرجاء. ما هذا؟ تمتم لنفسه، كان صوت جيتارة يقول: ما هذا اللحن المشؤوم؟ وشعر وكأن هذا الصوت يناديه. يعني لم يكن هذا مجرد عزف عادي، بل كان استدعاء خفيا. يبدو أن هذا هو الحال، فكر جين مون وهو ينطلق بسرعة البرق باتجاه مصدر الصوت، متجاهلا الأمطار والطين الذي لطخ ملابسه، وقال: عوضا عن أن يصبح الشخص سيدا في طريق السيف أو النصل، أن يصبح سيدا في طريق الصوت لهو إنجاز أصعب بكثير. ولهذا السبب لا يوجد سوى قلة منهم في هذا العالم. ونرى ظهور معلم في الأفق قرب النهر، ونراه يقترب أكثر فأكثر من المكان. وعندما وصل أخيرا إلى مصدر الصوت، رأى رجلا يجلس على الأرض، بين يديه آلة جيتارة فريدة من نوعها، وأصابعه تتحرك برشاقة على أوتارها. وقف جين مون مذهولا ويقول: يا له من فن صوتي مخيف، إنه يمتلك قوة خاصة. لكن قبل أن يتمكن من قول أي شيء، قطع الرجل عزفه ونظر إليه: لقد أتيت أخيرا يا جين. غضب جين مون حاجبيه بشدة وقال بغضب: هذا لأنك كنت تستدعيني، يبدو أنك تعرف من أكون، لكنني لا أعرف من أنت. ونرى الرجل حيث يقول: أعتذر على عدم تقديم نفسي، اسمي جيوم دان يوب. نظر إليه جين مون بريبة قبل أن يسأله مباشرة: أنت تعرفني مسبقا؟ كيف؟
أجاب جيون بابتسامة: لأن ذلك الرجل أخبرني عنك. أنا متأكد أنك قابلته من قبل. إنه نام جون وي، صديق مقرب لي. يقول جين: إذا كان نام جون وي متورطا في الأمر، فهذا يعني أنك أنت المسؤول عن الفوضى في مقاطعة يونام. ونرى جيوم يقول: مثير للاهتمام حقا. يبدو أن جون وي قد أخبرك الكثير بالفعل. حسنا، بعد إعادة النظر يمكنني أن أفهم السبب. إنها المرة الأولى التي أراه في حالة يرثى لها. أنا فضولي جدا بشأنك. هل لي أن أسأل من أي مدرسة فنون دفاع أتيت؟ رد جين مون ببرود: أنا لا أنتمي إلى أي مدرسة. فنون الدفاع خاصتي تم توريثها في عائلتي. إذن لابد أن عائلتك مثيلة أو ذات أصول عريقة جدا. لكن جين مون رد بصوت حزين: لقد مضى وقت طويل منذ أن تدمرنا وأصبحنا مجرد ذكرى منسية. ونرى جيوم يقول بصوت هادئ: سأكون صادقا معك، لم يكن في خططي أن أجد شخصا مثلك. هل ربما أرسلت إلى هنا من قبل التحالف السماوي المركزي؟ أجاب جين مون بلا تردد: لا علاقة لي بالتحالف السماوي المركزي. أنا هنا لأبحث عن شخص ما. ماذا شخص؟ فيقول جين: قبل 6 أشهر اختفى أحد معارفي، كان يعمل لصالح جماعة التنين الأبيض التجارية في هذه المنطقة. أخبرني، الأشخاص الذين اختفوا هل ما زالوا أحياء؟ صمت جيوم للحظة ثم قال بهدوء: نعم إنهم أحياء. لم يستطع جين مون إخفاء غضبه، حيث قبض على يده بكل عصبية فصرخ: إذا كان بإمكانك تحريرهم فافعل ذلك الآن. أعدك أنني سأنسحب بكل هدوء من هذا المكان، كما أتمنى لو كان الأمر بهذه البساطة، لكن هذا ليس سهلا كما يبدو. قبض جين مون على مقبض سيفه بقوة وقال بصوت حاد: ولماذا عساه يكون كذلك؟ ابتسم جيوم بهدوء وقال: الآن تمهل قليلا، من الصعب بعض الشيء شرح كل شيء لك الآن، ولكن اعلم فقط أن إطلاق سراحهم سيضعني في موقف حرج جدا. ثم أضاف وهو ينظر مباشرة إلى عيني جين مون: لذا ماذا عن هذا العرض؟ بعد أن أنهي مهمتي سأعيدهم إليك بأمان. أقسم بشرف اسمي أنني سأفي بهذا الوعد. وقف جين مون هناك محدقا فيه، محاولا تقييم مدى صدقه، حيث كان يعرف أن هذا الرجل لم يكن شخصا عاديا، وأنه ربما كان أحد أفراد القطع الأساسية في اللغز الضخم الذي يحاول حله. فهل يستطيع أن يثق به؟ أخبرني برأيك في التعليقات عن ما الذي سيحدث في الحلقة القادمة. شكرا لكم والسلام.